لو رحت مرة تزور المتحف المصري بالقاهرة أو أي متاحف مصرية تانية، أنا عاوزك وأنت بتتمشى كده جوه المتحف تبص على تماثيل الأفراد وتشوف جمال ودقة فن النحت المصري في إبداع هذه التماثيل. ولما تبص بعينيك وقتها هتلاقي إن الفنان المصري القديم قام بطلاء الرجال اللي هم الذكور بلون أغمق من السيدات اللي هم الإناث. طب ليه؟ علماء المصريات بقى أكدوا وقالوا إن ده بسبب إن الراجل المصري القديم كان بيشتغل تحت أشعة الشمس الأعمال الشاقة وفي الهواء الطلق، على عكس السيدات اللي هي المرأة اللي بتشتغل في المنزل في أعمال خفيفة. وعشان كده هنلاقي تماثيل النساء أفتح في اللون من تماثيل الرجال. وطبعا ده تقدر تشوفه بوضوح في تمثالي را حتب ونفرت، وكمان تمثال القزم سنوب وعيلته. التفاصيل الدقيقة والجميلة دي مش موجودة بس في التماثيل، لا ده موجودة في كل النقوش والجداريات المرسومة في معابد الدولة القديمة والحديثة والوسطى. وده بيدل ببساطة على عبقرية الفنان المصري القديم اللي كان بيحاول دايما ان هو ينقل الواقع بكل تفاصيله الى صورة مثالية.